الصداقة والترابط بين الحيوانات والبني آدمين بيبقى أقوى من صداقة البني آدمين ببعضها. الفيديو ده بيثبت نقاء وحب الحيوانات اللي خالي من غير أي مصالح. النهاردة هنتفرج مع بعض على حيوانات بتقابل صحابها بعد فترة طويلة جدا، فجهز نفسك ومناديلك ويلا بينا. حتى الحيوانات البرية ما بتنساش صحابها. الحيوان ده تم إنقاذه من 3 سنين ومع ذلك ما قدرش ينسى صاحبه. الكلب ده كان شغال في القوات البحرية مع شخص فضل مربيه من وهو صغير، وبعد تقاعد الكلب بعد 3 سنين خدمة صاحبه اتبناه. اتفرج على لحظة اللي شافه فيها. فيل بيشوف صاحبه بعد 14 شهر من الفراق. شمبانزي مش قادر يمسك نفسه من الفرح بعد ما شاف الناس اللي أنقذته وهو صغير، بعد ما لقيه في الغابة وهو مكسور من ضلوعه. الشخص ده اتسرقت عربيته بالكلب بتاعه وهو جوه العربية، ولكن أخيرا لقى العربية بالكلب. على قد ما كانت المصيبة كبيرة لأنه لقى عربيته غرقانة، ولكن الأهم عنده كان الكلب. الأسود معروفين بالوحشية، ولكن اتحولت هنا لقطة لما لقيت اللي أنقذها من سنين وما قدرتش تنسى معروفه معاها. الكلب ده بيتجمع مع صاحبه بعد سنين من الفراق وما قدرش حد ينساه. فرس النهر حيوان شرس جدا وغير متوقعين بالمرة، ولكن ده مش معناه انه ما عندوش مشاعر. اتفرج على الحيوان الشرس ده وهو بيتجمع مع الشخص اللي انقذه وهو عنده اسبوع واحد، اتحول لكلب حرفيا. مفيش حب يضاهي حب الكلاب لاصحابها، وخصوصا وهم راجعين من السفر. الأسد ده تم إنقاذه من السيرك عن طريق سيدة اعتنت بيه لحد ما كبر وبقى جاهز يقعد في بيئته الطبيعية، ولكن للأسف امتنع عن الأكل والشرب لسبب غير معلوم. ولكن الحمد لله الأسد اجتمع تاني مع السيدة اللي أنقذته، واتفرج على تصرفاته اللي اختلفت تماما. القصة دي بقى ما بتحصلش غير في الأفلام. سيدة كانت رايحة مأوى للحيوانات عشان تتبنى حيوان، ولكن عن طريق الصدفة العجيبة لقيت كلبها اللي ضايع منها من 3 سنين. الكلب ما كانش مصدق نفسه حرفيا. بعد 25 سنة من الفراق التقى الشمبانزي مع صاحبته اللي أنقذته من السيرك، وبعد السنين دي كلها لسه فاكرها. الأسد ده كانت متحضرة له مفاجأة. الأسد كان عارف هو راح يعمل ايه لحد ما سمع صوت صاحبه اللي رجعه الغابة من سنين. بعد 6 سنين من ضياع الكلب ده اتجمع تاني مع عيلته بمعجزة.
القرد ده كان بيعيط لما لقى صاحبته اللي ربته وهو صغير جاية تزوره. الكلب ده تاه من صحابه من 7 شهور في الشارع، ولكن عيلته فضلت تدور عليه لحد ما لقيته. كلب ما شافتش صاحبته لمدة 2 سنين. من الفرحة تقريبا أغمى على الكلب حرفيا. أول مرة أشوف علاقة زي كده بين إنسان ومجموعة فيلة. الإنسان ده أنقذ العيلة دي من الفيلة وهي صغيرة، ولحظة تجمعهم ببعض الصراحة من أجمل الحاجات اللي شفتها في حياتي. الشمبانزي ده من مرضه مامته سابته وهو صغير، ولكن العيلة دي قررت تربيه. حب الحيوانات غير طبيعي. البغبغان ده صاحبته سابته في مأوى للحيوانات بسبب شغلها، ولكن بعد شهور قدرت ترجع له تاني، وكان البغبغان فرحان جدا برجوعها بالرغم من ان صاحبته هي اللي سابته، ولكن الحيوانات ما عندهاش الكلام ده. أنيتا بنت روسية بتحب الذئاب وبتحب تأكلهم وتعتني بيهم، وبعد شهور من الفراق الذئاب بتستقبلها كأنها واحدة من عيلتها. الغوريلا كائن عصبي جدا وشرس. الغوريلا دي اتبناها مارك من وهي صغيرة ورباها، ولما كبرت رجعها لمكانها الطبيعي وسابها هناك، ولكن بعد 5 سنين رجع تاني، وأول حاجة حاول إنه نده عليها. وما توقعش ابدا انها تفتكره، ولكن من فرحة الغوريلا فضلت ماسكة فيه عشان ما يمشيش. مجندة رجعت لبيتها بعد فترة قضتها في الجيش، ومقابلتها للكلب بتاعها كانت احلى مقابلة بعد شهور من الخدمة. للأسف الفيديو خلص. قول لنا في الكومنتات برابطة بينك وبين أي حيوان بتحبه، ولو عجبك الفيديو دوس لايك عشان يوصل لباقي الناس، واشترك معانا وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. سلام.